السلام عليكم طلاب السادس، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. بهذا الفيديو راح أجاوب على أسئلتكم اللي سألتوني إياها بالفيديو السابق، وراح أعطيكم نصائح إن شاء الله تفيدكم برحلتكم بالسادس. وطبعا هاي نصائح من تجربتي الشخصية، أكو نصائح ممكن تفيدكم، أكو نصائح ما تفيدكم، فاخذوا اللي يفيدكم واللي ما يفيدكم عفوه. وبدون ما أطول عليكم خلينا نبدأ بأول سؤال، أهم سؤال وأكثر سؤال انسأل: شو وقت بلشت أدرس السادس؟ وش قد خلصت بالعطلة؟ طبعا أنا الحمد لله بلشت بالعطلة أدرس. بلشت من يوم 1/5. طبعا بلشت بمادة الفيزياء فقط، يعني ما بلشت كل المواد، لا بلشت فقط فيزياء، لأنه كنت حابة إنه أبلش شوية شوية، ما يعني رأسا إنه أدخل بالمواد. درست فيزياء يوم 1/5 لحد 18/5 قررت إنه أبلش رياضيات همينة. ليش بلشت فيزياء ورياضيات؟ لأنه المواد ذني ضخمات حيل، فقررت إنه أبلش من وقت حتى أقدر إنه أخلص أكبر قدر ممكن من المادة أثناء العطلة. فبلشت فيزياء ورياضيات من شهر الخامس، وبعدين بلشت المواد الثانية من يوم 1/6. بالنسبة ليش قد خلصت من كل مادة، طبعا أول مادة هي الإسلامية أنا ما قريتها بالعطلة، فقط قريت سورتين. طبعا نصيحة لوجه الله، ما دام بعدنا بالبداية، بعد عندكم وقت اقروا إسلامية ايش قد ما تقدرون اقروا، حتى لو يومية ورقة. والله هاي النصيحة سمعتها هواية، بس أني للأسف ما طبقتها وبعدين تندمت. فنصيحة لكم، إذا تريدون تقرون إسلامية يعني اقروا، إذا يعني ما تريدون تقرون هاي كاملة اقروا الأبحاث مشكلة، والله ما أريد أصعب عليكم وأخوفكم، بس إسلامية الأبحاث جدا صعبة أثناء الدوام، فاقروها. أما بالنسبة للعربي اللي هو القواعد راح أصدمكم صدمة وأقولكم إنه أنا خلصت فقط الاستفهام بالعطلة، وراح أقولكم بنهاية الفيديو السبب إنه ليش خلصت الاستفهام فقط. وأما الأدب أنا قريت هواية بالعطلة صراحة، وهذا الشيء جدا فادني. قريت الجزء الأول لحد حافظ إبراهيم، أما الجزء الثاني لحد القصة القصيرة، يعني هواية صراحة قريت. أما الإنجليزي كل شيء ما قريت، لا إنشاءات ولا قواعد ولا أي شيء، لأن الإنجليزي قالوا راح يغيرون المنهج، فأنا قلت لا أنتظر لحد ما يغيرون المنهج، وأنا كان إنجليزي بالنسبة لي سهل الحمد لله، فقررت إنه أعوفه للدوام. أما الكيمياء خلصت 3 فصول. الفصل الثالث وصلت للذوبانية ما قريتها. أما الفيزياء فقريت 3 فصول، قريت الأول والثاني وقريت الرابع، ما قريت الثالث لأنه صراحة ما أدري ليش ما حبيته، ما قدرت إنه أفهمه، فقلت أخلي للدوام وأقرب مكان الرابع. وقريت همينة شوية من الفصل التاسع اللي انحذف بعدين، بس أنا قريت شوية. أما بالنسبة للرياضيات 2.5، لأن الفصل الثالث وصلت لموضوع التقريب، بعدين راح تشوفونه، فوصلت للتقريب ووقفت. أما بالنسبة للأحياء فقريت 2.5. إذا تلاحظون أنا ما قريت هواية بالعطلة، هي لازم إنه تستثمرون هاي قد ما تقدرون، بس إذا ما قدرتوا تقرون هواية فمو مشكلة، تقدرون بالدوام تعوضون. المهم إنه صدق تعوضون، مو يعني تاخذونها هيك وتسخيت وهاي لا، وإيش قد ما تقدرون تقرون بالعطلة فكلش زين. وأهم شي تضبطون اللي قريتوه، مثلا يعني أنا هسه قريت فصلين مثلا 3 فصول، المهم إنه أنا أضبطهن وأكون صدق قاريتهن وممتحنة بيهن، أحسن ما أقرأ 5 فصول وأنا كل شي ما فاهمة وبس هيك أريد إنه يلا على مود أكمل مادة وأنا قارية هواية بالعطلة. ثالث سؤال هواية يتكرر: أني درست يوتيوب لو دخلت معاهد لو إلكتروني؟ الجواب بكل بساطة أني درست يوتيوب ولأنه اليوتيوب يعني يغنيك عن المعاهد، يغنيك عن الإلكتروني، بس شغلة واحدة فرق بين اليوتيوب والمعاهد يعني الإلكتروني، اللي هي إنه أنت لازم تمتحن نفسك، لأن ما عندك مدرس يمتحنك يعني يدزلك الأسئلة، يراقبك، يكون فوقك، فأنت مسؤول عن نفسك إذا تريد تدرس يوتيوب. وهسه أقولكم شلون أنا التزمت، شلون أنا جيت أمتحن نفسي، كل هاي التفاصيل راح أحكي لكم إياها ورا ما أخلص أجاوب على بقية الأسئلة.
السؤال اللي بعده اسماء المدرسين اللي درست عليهم. أول شي الإسلامية درستها وحدي أكيد، فدرست على ملزمة ساجد العقيلي. بس الأبحاث كنت أدرسها على مدرس اللي هو محمد الجنائي أعتقد. كنت أدرس عليه على مود يعني أفهم المادة. الكيمياء نور الدين، فيزياء حسين محمد، رياضيات حيدر وليد، عربي حمزة جابري، أحياء جعفر الحسني. وآخر فصل قريته ككلاميات قريت على قاسم آل ذيب، والمسائل على جعفر الحسني. أما الإنجليزي سجاد العبيدي. الأدب قريت على ملزمة عقيل الزبيدي بدون مدرس. العربي قريت على ملزمة حمزة الجابري وعلى ملزمة عقيل الزبيدي، بس يعني تقدرون تقرون بس على حمزة الجابري. وحابة أقول لكم نصيحة، إنه مش شرط دول المدرسين اللي أنا فهمت عليهم وجبت عليهم درجات أنتوا تفهمون عليهم، أو هي يعني بقت يمكم إنه أنتوا تدرسون تجتهدون. المدرس مجرد وسيلة بس يشرح لكم المادة، فأنتوا شوفوا المدرس اللي يناسب عقلكم، يناسب يعني وضعيتكم، فلا تقيدون مدرسين معينين أو دول المدرسين اللي ذكرتهم، بس تاخذون فكرة تشوفونهم يمكن يناسبون عقليتكم وفهمكم. رابع سؤال جدا جدا مهم وجدا يتكرر، وهذا السؤال أنا كنت أسأله قبل يعني كنت سادس. السؤال هو شلون أوازن بين المدرسة وبين تقدمي بالمواد، يعني وين وصلت بالعطلة. مبدئيا خلق لكم شغلة، أني سويت انتساب، يعني ما درست بالعطلة ولا جربت إنه يعني أتقدم بالمواد وهيجي، بس حسب ما شفت الطالبات اللي وياي اللي كانوا يداومون بالمدرسة ومسجلين خصوصي أو هم كانوا يقرون بالعطلة، كانوا يسوون إنه ما يحضرون يومي، يعني ما يشاركون بالمدرسة ويا المدرسات، لكن كانوا بس يعني هيك يراجعون أثناء الدرس، بس يباوعون ويا المدرسة يركزون وياها. وكانوا يتقدمون بالمواد، يعني مثلا إذا داخلين إلكتروني كانوا يستمرون ويا المدرسين مالتهم، أو مثلا يدرسون يوتيوب همين يقعدون يقرون ويا اليوتيوب. فهذا الشيء هو اللي الأحسن والأفضل. بالنسبة للامتحانات الشهرية، من يجي الامتحان الشهري كانوا يغيبون مثلا قبل يوم يومين، إذا مدرستكم ما تسمح إنه تغيبون تقدرون همينة إنه تفرغون نفسكم تماما، يعني قبل يوم أو يومين من الامتحان تقعدون تفرغون نفسكم من التحاضر اليومية، من الإلكتروني، من الخصوصي، فتقعدون تقرون الفصل اللي تمتحنون به وما تقعدون تحضرون، فبس الفصل تقعدون تقرونه تراجعونه حتى تضبطونه وتمتحنون به. أما بالنسبة للانتساب اللي مثلي، أنا هم كنت أسوي مثل طلاب المدرسة، هم قبل يوم أو يومين أتوقف بجدولي اللي أنا مسويته وأقعد أقرأ للامتحان الشهري وبس. والله يعني هاي بكل بساطة تقدرون توازنون بين المدرسة وبين تقدمكم بالعطلة. السؤال اللي بعده، هل صارت عندي تراكمات بالمدرسة؟ تراكماتي يعني إذا أحكي لكم إياها حرفيا تنصدمون. أنا يعني من أكثر الناس اللي صارت عندهم تراكمات بالمدرسة، خاصة قبل نصف السنة كنت يعني مخربط، وضعي كلش مخربط. أنا داومت ببداية شهر بس ما امتحنت شهريات، شهر بالمدرسة، فكنت ما متقدمة خلال هذا الشهر، كنت بس أراجع. تخيلوا الفصول الأولى ويا المدرسات، الناس كلها قاعدة تتقدم وأني بعدني بالبداية، وبعدين قررت أسوي انتساب حتى أكمل تقدمي بالعطلة وهيج. فبعدين من وصلت قبل امتحانات نص السنة، وقبل امتحانات نص السنة طبعا سوينا جدول للانتساب، فلازم أنا أمتحن شهريات. أنا كنت أغلب المواد ما مكملتها، بالنسبة للإنجليزي كنت أبد ما قاريته، فقعدت إنه أرتب جدول وتراكمات. وقبل نص السنة يعني صارت لي أشياء هواية، يعني حتى درجاتي نزلت في نص السنة. في التراكمات شيء طبيعي، لكن لازم ندارك الأمر قبل لا تصير يعني فيضانات من التراكمات، فشوي شوي نقللها. عادي إذا مثلا نص السنة دخلنا وإحنا عندنا تراكمات هواية، درجاتنا جت مو زينة، عادي. أهم شيء إنه قبل فترة المراجعة إحنا مكملين المادة وخاتمينها، هذا الشيء يعني هو المهم. اكو سؤال اجاني انه شنو كان جدولي بالعطلة. طبعا هذا الجدول راح اعطيكم اياه، بس مو شرط تمشون عليه، مو شرط يفيدكم، لكن راح يعني احكي من باب الفائدة اذا واحد حاب يطبقه. انا كنت ادرس 3 مواد باليوم ومرات 4، مثلا المادة الرابعة تكون اسلامية، ادب، هيجي مادة خفيفة.
3 مواد كنت أدرس باليوم. كنت أدرس رياضيات، رياضيات يمكن خليتها 5 أيام بالأسبوع، لأن أنا كنت الجمعة يعني خليتها أوف. كنت أدرس رياضيات 5 أيام بالأسبوع، والفيزياء كل يومية، لأن الفيزياء مادة ضخمة، يومية درسوها، يومية محاضرة كنت أدرس. أما الرياضيات 5 أيام بالأسبوع، كنت محاضرتين باليوم، لأن الرياضيات مادة فهمية فأقدر أقرأ يعني محاضرتين باليوم. الفيزياء كنت ما أقدر، لأن حفظيات لازم من تخلص المحاضرة لازم أقعد أحفظ اللي قرأته وأراجعه، فكنت إنه بس محاضرة واحدة. رياضيات محاضرتين، أما بقية المواد محاضرة. أكو سؤال طبعا أنا كنت أسأله همينه لنفسي والناس وهيجي، إنه شلون أعرف نفسي مضبطة المواد أو أحس نفسي ما مضبطة المواد. أني إيش قد ما أقرأ إيش قد ما أراجع أحس روحي ناسية. هذا الشيء جدا جدا طبيعي وفوق الطبيعي وكلش عادي، يعني كلنا مرينا بهذا الأمر، فكلش طبيعي إنه تحسون نفسكم ناسين. بس بالتكرار، من تجي نص السنة وتمتحنون بهذا الفصل، من تبدي فترة المراجعة، عادي أصلا حتى بيوم الامتحان راح تحسون نفسكم ناسين، تحسون نفسكم إنه ليش أنا صار لي سنة أقرأ، يعني ليش أنا قاعدة أنسى. بس بعدين من يجي الامتحان لا إن شاء الله راح تذكرون، وهذا الشيء طبيعي. شلون نعرف نفسي مضبطة المواد؟ يعني أكيد تمتحنون نفسكم، تشوفون وين خطأكم. أنصح إنه تمتحنون نفسكم يوميا، يعني إذا ما عندكم إلكتروني أنتم امتحنوا نفسكم. هسه أقولكم طريقة اللي تمتحنون بها نفسكم. امتحانات سادس راح تطلع لكم، أكو امتحانات يومية، أكو امتحانات شهرية، أكو يعني نص السنة. وقعدوا ورا ما تخلصون يعني مراجعة المادة، تقعدون تخصصون وقت لنفسكم وتمتحنون به. ورا ما تخلصون تروحون تصححون لنفسكم وشوفون وين أخطائكم. مثلا عندي خطأ بالقانون هذا الفلاني أروح أراجعه، عندي خطأ بتعريف أروح أراجعه وهيجي. السؤال اللي بعده، شو وقت ختمت المواد وش وقت بلشت أراجع؟ أنا ختمت المواد يوم 13/4، ويوم 14/4 بلشت أراجع. بس خل أحكي لكم شغلة، طبعا أني أكو مواد ما ختمتها، يعني ما كملتها كلها، يعني أكو مواضيع مثلا عرفتها لفترة المراجعة. مثلا عندكم الرياضيات الفصل الخامس أنا عرفته لفترة المراجعة، وتخيلوا لو كان الفصل السادس موجود ما محذوف، كان أنا هم بقالي الفصل السادس اللي هو الهندسة زين. والأحياء بقالي الوراثة، كنت قارية المسائل بس الكلاميات مو كلش مضبطتها، يعني ما مكملتها، مو ما مضبطتها، ما مكملتها، فبلشت مراجعة يلا كملتها. بعد شنو وهواية مواد صراحة كان عندي مواضيع إنه ما مضبطتها، ما قريتها زين. إسلامية كان عندي يمكن نبي الله شعيب عليه السلام. الأدب ما أدري شنو بقالي، يعني هيك شوية بس مو هواية. الفصل الخامس رياضيات قلت لكم. القواعد بقالي موضوع من ذني المواضيع الأخيرة، العرض والتحضير أعتقد. فطبيعي يعني عادي، مو لازم إنه لازم أكمل المواد على الآخر يلا أبلش، لا بلشوا عادي، بس تكون مواضيع خفيفة أو هيك شغلات بسيطة يعني ناقصتكم، بس مو فصل كامل مثلا تكامل ما قاريته، لا ما يصير هيجي، لازم تخلصون مواد يلا تبلشون مراجعة. فأنا بلشت يوم 14/4. السؤال اللي بعده، هل يحتاج نسوي دفاتر؟ طبعا أنا سويت دفاتر، والدفاتر مهمة، واللي يقولكم تضيعة وقت هذا يعني لا تسمعون كلامه صراحة. اوكي اكو مواد ما يحتاج نسوي لها دفاتر، بس اكو مواد حتى لو عندكم ملازم لازم تسوون دفاتر. مثلا المسائل مال الفيزياء والكيمياء، يعني لازم انه اسوي دفتر خاص بالقوانين والمسائل المهمة، المسائل بها افكار. انتوا حلوا بيتكم ورا المدرس واكتبوا الملاحظات بايدكم، هاي جدا مهمة. النصيحة انا طبقتها لما جيت بفترة المراجعة، شفت ملاحظاتي كنت كاتبتها بالعامية، يعني كنت كلش يعني كانت مسهلة علي الموضوع أو المسألة. فمن كنت أريد مثلا أراجع كنت أشوف الملاحظة. طبعا أنا يعني ناسية شلون كان يعني ينحل هذا السؤال، فمن أقعد أقول يعني بهاي الخطوة شلون صارت هيجي، ألقى نفسي كاتبة ملاحظة على جهة إنه هاي هيج صارت لأنه هيج وهيج. هاي بالرياضيات هم استخدمتها كلش، دفتري والرياضيات راح يمكن احط لكم صور كنت هيك مسويه. ودفتر الكيمياء والفيزياء، القواعد لازم تحلون تمارين الكتاب رجاء، هاي الشغلة جدا مهمة. انا ما سويتها طبعا، بس اخر مواضيع سويتها، بس هاي الشغلة مهمة. اخر سنوات
الوزاري قاموا يجيبون أكثر الأسئلة من تمارين الكتاب، ما صاروا يجيبون أشياء إثرائية وهيجي. فنصيحة يعني تمارين الكتاب لا تعوفوها. أما بالنسبة للرياضيات تخيلوا أنا ما كان عندي ملزمة، بس دفتري كنت أكتب ويا المدرس ملاحظاتي، وكنت أحل كل الأسئلة اللي يكتبها المدرس. اكو سؤال اجاني انه هل انه ادرس الاثرائيات؟ الاثرائيات مو مهمة كلش، لكن اكو بعض المواد الاثرائيات مهمة بيها، بس المدرس يعني هو ينطيها اثناء المحاضرة. فمثل الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء صراحة ما يجي اثرائيات، لا تقرون ولا تورطون نفسكم. السؤال اللي بعده، شلون كانت طريقة دراستي؟ ايش قد كنت ادرس باليوم؟ يعني ايش قد ساعات؟ طريقة دراستي انه كنت ادرس يعني بدون ما احسب ساعات، كنت ادرس كمية. مثل اليوم اريد اخلص محاضرتين رياضيات لازم اخلصهم، او مرات ما اقدر اخلصهم صراحة اثنيناتهم، مثلا جدولي كان مزدحم، كان عندي مثلا امتحانات يومية هواية، فكنت مثلا اخليها على ثاني يوم، بس ثاني يوم تصير 3 محاضرات رياضيات بدل محاضرتين هيجي، يعني كنت اعوض زين. وبالنسبة لعدد الساعات ما كنت احسب عدد ساعات، لكن مرات هيجي يصير عندي فضول اعرف ايش قد درست، بس مو اتقيد بيها. فبصراحة يعني متوسط الساعات اللي كنت ادرس بيها، كنت ادرس 7 ساعات 6 ساعات. يعني هذا الشيء كلش طبيعي، يعني لا تتقيدون ولا يعني تشوفون انه الطالب 12 ساعة يدرس 11 ساعة وتقارنون نفسكم وتقولون انا ما قاعد ادرس ومقصرة وهيجي، لان هذا الشيء كنت انا اسويه، وهذا الشيء جدا غلط. والدليل انه انا جبت معدل 98.71، وانا الحمد لله ما وصلت 11 ساعة، يمكن يعني نادرا ما وصلت لهذا العدد من الساعات. فعادي كل واحد ويعني استيعابه، طريقة دراسته، فعادي كلش وطبيعي. بالنسبة لطريقة دراستي كانت عبارة عن انه اشوف المحاضرة، اكتب الملاحظات ويا المدرس، مثلا ارسم، هاي مثلا الفيزياء كنت ارسم ويا المدرس حتى افهم الفكرة، احل المسائل زين، واكتب الملاحظات قلت لكم. وورا ما تخلص المحاضرة اشوف محاضرة مثلا رياضيات وهيجي لحد ما اخلص المحاضرات كلهن. بعدين ايش راح اسوي؟ اروح اراجع اللي درسته زين. مثلا الفيزياء كان عندي طريقة معينة أدرس بيها، راح أحكي لكم إياها فيديو ثاني إذا تريدون. قلوا لي شلون، العفو قلوا لي بالتعليقات سوينا فيديو شلون درست الفيزياء يعني من أكثر المواد اللي الطلاب تواجه بها مشاكل، الحمد لله جبت بها 100. فراح أقول لكم الطريقة اللي اتبعتها لأن طريقتها مختلفة. ودراستي كانت عبارة عن إنه أدرس 50 دقيقة دراسة و10 دقائق راحة. المحاضرة كنت أسويها في 2، يعني أسويها إنه أسرحها، وكنت أدرسها وأكمل المحاضرة قلت لكم أخذ 10 دقائق راحة وبعدين أرجع وهكذا. السؤال اللي بعده، شنو أكثر خطأ طالب السادس يوقع به؟ أكثر خطأ متداول وأغلب طلاب السادس من سنوات يكررونه هو تغيير المصدر، يعني أغير المدرس مالتي، إنه أغير الملزمة مالتي. هذا الشيء كلش غلط، تمام؟ بس إذا مثلا مدرسكم يعني حسيتوا إنه صدق ما قاعد تفهمون عليه، ما قاعد تجيبون عليه درجات، عادي ممكن تغيرونه. بس إنه مدرس أجيب عليه درجات بس بعدين شفت يعني مثلا صديقتي شفت مثلا طالب باليوتيوب أو على السوشيال ميديا يدرس على مدرس ورحت قلت خليني أغيره، يا يمكن هذا المدرس زين، فهذا الشيء جدا غلط ترى. أني صراحة عندي مشكلة وعندي يعني شلون أقول لكم قصة ويا مدرسين اليوتيوب وتغيير المصدر. فإذا تريدون قولوا لي حتى أحكي لكم قصتي ويا تغيير المصادر وأخطاء اللي سويتها بالسادس. هواية سويت أخطاء هواية، يعني ما أقدر أحكيها بهذا الفيديو لأن هذا الفيديو عبارة عن إجابة الأسئلة وهيج، فكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين. أكو سؤال كلش حلو عجبني، بنية كاتبت لي هل توقعتي معدلك؟ خلي أقول لكم شغلة كلش مهمة، إنه أي طالب سادس بالدنيا حتى اللي مطلعين معدل 100 جدا كانوا متوترين، حسوا نفسهم ما راح يجيبون هذا المعدل. طبيعي لأنه ما يدرون إذا مضبطين المواد لو لا، يعني أكو يعني نادرا ما تلقون أكو طالب واثق من نفسه يعني درجة إنه يعرف معدله وهيك، لكن أغلب الطلاب، والأفضل إنه ما تتوقعون معدلاتكم، ما تخلون يعني توقعات عالية.
أفضل طريقة هي إنه أدرس أو أتوكل على رب العالمين وأدعي رب العالمين، بس ما أخلي توقعات عالية أو معدل معين إلا هذا المعدل، وإذا ما طلعته أنا ما أدري شو يصير بي، أو إنه أعيد سنة وهيك وهيك. هاي تفكيرات جدا سلبية، وأصلا تجذب الطاقة السلبية وتجذب الأشياء المو زينة. يعني مثلا إذا ما جبت معدل 95 راح أعيد السنة، وممكن نجيب أقل وفعلا تصير وتعيد سنة. أو مثلا راح أجل هيك مواد من بداية السنة، هو يعني مقرر شي راح يأجل. هذا جدا خطأ، جدا جدا خطأ. وشفت طالبات سووا هذا الشي وفعلا صار. أي شي تتوقعونه، أي شي تتخيلونه راح يصير، سواء إيجابي أو سلبي. وأكيد يعني لازم تدرسون وهيج. أني كنت مخططة إنه ما أأجل ولا مادة، يعني كنت أقول بتوفيق رب العالمين. أكيد مو يعني هذا الشيء مني أو بسبب دراستي أو أنا واثقة من دراستي، لا، بس إنه بتوفيق رب العالمين. ما دام أنا دارسة، حتى لو عندي تقصير، عندي بعض المواضيع ما انضبطتها، عادي، لكن لازم أخلص دور أول. إذا اضطريت، إذا كلش اضطريت، إنه عادي أأجل دور ثاني، لكن يعني هدفي إنه إن شاء الله دور أول. فالحمد لله ما تأثرت بالطالبات. شفت هواية بنات أجلوا بالدور الأول، يعني بنات شاطرات، بس ما تأثرت لأن أني مخلية بالي إنه إن شاء الله دور أول، أنا أريد أخلص. فهاي الشغلة جدا مهمة. طلاب يعني ركزوا إنه تجذبون الطاقة الإيجابية لنفسكم، تركزون على نفسكم، لا تقارنون نفسكم بأحد، لو مهما يكون، لو أشطر طالبة بالصف أو طالب بالصف. هذا الشيء جدا إلى تأثير، والله العظيم لا تستهانون بهذا الشيء أبد. المقارنة عوفوها. مقارنة بشخص يعني باليوتيوب، بالسوشيال ميديا، أو شخص وياكم بالمدرسة، أو صديقة أو أخت، حتى الأخوات يعني بالبيت وهيجي، أبدا أبدا أبدا. كل واحد وحده، أنت عليك بنفسك. هاي الشغلة والله جدا مهمة، وأثرت بهواية طالبات مستواهم كان عالي، العفو، وبعدين للأسف إنه جابوا معدلات قليلة بسبب إنه كانت طاقة سلبية عندهم. أنا راح أأجل، أنا راح أعيد، وأكو بيهم عادوا. فيعني هاي نصيحة. طبعا بالنسبة لسؤال البنية، جوابي إلها إنه أنا ما كنت متوقعة، بس مو معناها مستبعدة هذا الشي، لأن ما مستبعدة الشي على رب العالمين. وأنا كنت صراحة والله يمكن يعني ما صدقوني، بس أنا كنت متمنية معدل 98.71 من الدور الأول، يعني كنت متمنية هذا المعدل، العفوية درجة الدور الأول. لكن قدر الله إنه أني آخذه بدون درجة الدور الأول، ويا الدرجة صارت 99.71. أني يعني ممتنة رب العالمين، وكنت متفائلة، جدا متفائلة، وكنت متمنية هذا المعدل، وكنت متخيلته إنه ممكن يصير. بداية الفيديو قلت لكم إنه راح أذكر لكم ليش أني خلصت فقط الاستفهام بالعطلة، يعني مواضيع هواية جدا بالعربي، لكن أني خلصت فقط الاستفهام. السبب هو خطأ مني، إنه أنا كنت ما مختارة المدرس الصحيح، فاضطريت يعني أغير أكثر من مرة المدرس مالتي. غيرت الأربع مدرسين، والاستفهام يعني ما ضبطته. تخيلوا 4 مدرسين وما ضبطته، وبدت المدرسة وأنا بعد ما مضبطة الاستفهام. فهذا الخطأ اللي الطلاب قلت لكم يوقع بيه، إنه يغير مصدره أكثر من مرة، ويستعجل باختيار المدرس، إنه هذا المدرس مشهور لأن هذا المدرس معروف. فهذا الشيء خطأ. آخر شيء حابة أقوله لكم، أكثر شيء أسمعه وأكثر شيء خطأ متداول بين الطلاب، بين الناس اللي تخرجت من السادس، إنه يقولوا لك السادس حظ. هاي أكبر خدعة والله العظيم. يعني من أشوف هيك ناس تحكي يعني أنقهر، لأن أشوف الناس مخدوعة بشيء خطأ. يعني شلون السادس حظ؟ السادس مو حظ، السادس توفيق من رب العالمين. أدرس وأتوكل على رب العالمين. الله سبحانه وتعالى مستحيل يضيع تعب أحد، مستحيل إنه يعطي شخص حظ وشخص ثاني ما ينطيه، هذا ظلم، ومستحيل رب العالمين يظلم أحد. يمكن هسه تقولون مثلا أني درست وتعبت ورب العالمين ما وفقني وما طاني، وأنا كنت متوكلة وأدرس. الفكرة مو إنه أني أدرس هواية أجيب معدل عالي، أدرس شوية أجيب معدل ناصي، لا. شوفوا، ممكن أني أدرس هواية ورب العالمين يعطيني معدل مثلا 70 أو 80 أو ممكن 60 حتى. مو معناها إنه رب العالمين ظلمني وما انطاني حقي، لا.
والعياذ بالله رب العالمين مستحيل قلت لكم يظلم أحد، بس ممكن لازم تفكرون إنه ممكن رب العالمين راح يختار لي تخصص زين، يمكن راح يختار لي كلية زينة، فمو شرط التعويض راح يكون بالنتيجة بالمعدل، يعني مو شرط إنه الله يعطيني يعني قد تعبي بالمعدل، لا، ممكن تعويض ثاني. فلا تحددون إنه السعي النتيجة على قد السعي، لا أبدا مو هيجي. يعني رب العالمين عنده حكمة أكبر من هيك، مو بس معدل وهيك، ممكن أكو طلاب يطلعون 99 بس ممكن تخصصهم مو زين. فلا تيأسون إذا ما طلع لكم المعدل اللي تريدونه، ما طلع لكم المعدل على قد سعيكم، هذا الشيء طبيعي، وهذا الشيء ممكن بحكمة من رب العالمين. والسادس أبدا مو حظ أبدا، هاي الفكرة لازم نلغيها من الوجود، ولازم إحنا يعني نغير هاي الفكرة ونغير هذا المفهوم اللي طلاب مصدقته. واكو فكرة خطأ جدا كنت أنا همينة مؤمنة بيها، إنه ممكن يظلموني بالتصحيح، يمكن مثلا ما أجاوب جواب نموذجي وأتنقص، هاي الشغلة عفوها، هاي الشغلة كلش سببت لي يعني توتر وقلق والله، وكنت ما أقدر أدرس بسبب هذا الشيء. وكل ما أشوف نفسي مثلا ناسي كلمة من التعريف كنت أقول ها أنا مقصرة، أنا لازم أحفظ نصين، هذا الشيء جدا خطأ وكذب. لأني بامتحانات الوزارية كان عندي أجوبة مو نموذجية، مو يعني صحيحة نصا، لكن الفكرة صحيحة كانت، فالحمد لله وأخذت درجة كاملة. حابة أقول لكم من هذا المنبر ومن طالبة يعني امتحنت وزاري وخلصت إنه مو شرط نصين، وهواية يساعدون. صح أكو طلاب تنظلم، بس هاي يعني حكمة بها من رب العالمين أكيد، ويمكن هم ما مجاوبين، ممكن يعني هواي شغلات. فدائما تتفائلوا وتوقعوا الأحسن، وأحسنوا الظن برب العالمين. لا تقولون يا هذا طالب انظلم خاف أني هم انظلم، لا، باوع على الطلاب اللي ما انظلموا، الطلاب اللي أخذوا أكثر مما توقعوا. يعني دائما باوعوا للأشياء الإيجابية، ولا تباوعوا الأشياء السلبية، العفو. فهاي النصيحة أتمنى تاخذون بيها. وبس لحد هنا خلص الفيديو، أتمنى من كل قلبي تستفادون من هاي النصائح، وتكون رحلتكم خفيفة. والسادس أبدا مو شي صعب ولا مستحيل، ويمكن من أكثر المراحل اللي راح تستمتعون بيها، ويمكن من أكثر المراحل اللي راح يعني تخافون منها، تواجهون بيها ظروف. هاي يعني قدامكم من طلاب اللي واجهوا ظروف صعبة بالسادس لكن ما استسلمت، يعني واجهت كل الظروف. درست يوتيوب فقط، سويت انتساب، قعدت وحدي أقرأ، وما أقولكم بسهولة، كنت حيل خايفة، كنت حيل أواجه صعوبات، كنت أحس نفسي مقصرة، امتحن نفسي وأني يعني أجيب درجات مو زينة، كنت بامتحانات نص السنة جبت درجات هم مو زينة. صارت لي ظروف هواية، لكن كنت دائما أتفائل، أقول إن شاء الله بالوزاري أجيب أعلى، والحمد لله الله سبحانه وتعالى حقق لي الشيء اللي أريده. كان رب العالمين حسن ظني بي، لأن كنت دائما أحسن الظن مهما واجهتني من ظروف، مهما ظروف كانت يعني تثبت لي العكس، انه لا انت راح توقعين، انت راح مثلا ترسبين، انت هيجي. اني كنت حتى مرات تجيني افكار انه اني ممكن ارسب لا سمح الله، مع العلم انا كنت شاطره، كنت بعمري ما افكر انه ارسب، لكن راح تجيكم هاي الافكار واتشوها وقولوا لا اني راح انجح، اني قدها، اني رب العالمين راح يوفقني. دائما ادعو بالصلاة بيوم عرفة، بالايام المباركة، اني كنت دائما ادعو بهاي الايام، كنت دائما اسوي اعمال وادعي رب العالمين يوفقني واجيب معدل زين. اعتقد هواي حكيت، لكن اني صدق اريدكم تستفادوا من هذا الفيديو، وإن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله ترجعوا لي وأنتم محققين كل أهدافكم وكل أحلامكم. مع ألف سلامة.